السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. ان شاء الله يا حبايب قلبي هنعمل مع بعض النهارده الحواوشي. هنا برضو كنت بوريكم الحواوشي والطحينه، وهنا كنت بوريكم الخيار والسلطه دي ماما عملتها. طبعا هنشوف كل حاجه في الفيديو. تابعوا الفيديو للاخر، اتمنى الفيديو يعجبكم، يا رب اكون عند حسن ظنكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد مني. ان شاء الله طريقة الحواشي بتاعتي تعجبكم. وهنا برضو كنت بوريكم ازاي الرغيف مليان من اللحمة بالحشوة بتاعتنا يعني. يا رب تسمعي الفيديو للآخر. وهنا ده شكل الحواشي بعد ما خلصته. وهنا برضو كنت بوريكم طحينة، وكنت بقول لكم ان انا حاطه على الطبق شطة، وحاطه على طبق من غير شطة متبلاه بس يدوب. واللي في الجنب ده مخلي الخيار. كنت بقولكم بقول لكم ما تنسونيش في اللايك. يلا بقى نشوف هنعمل ازاي. معايا كيلو من اللحمه المفرومه، بستخدم اللحمه النباريه العاديه، موجوده في اي بلد وفي اي مكان، اسمها اللحمه النباريه مفرومه، حلوه جدا جدا. هنا معايا بقى كيلو من اللحمه المفروم. معايا هنا البصل بالفلفل الاصفر والاحمر والاخضر والشطه والبصل سوري والثوم، حاطه بتاع 4 5 فصوص ثوم، وحاطه نص قرن شطه، وضربتهم في كده في الكبه. ونزلت بالبصل بتاعنا على اللحمه زي ما انتم شايفين. هديله بقى تقليبه بسيطه كده، وهبدا ان انا احط التوابل بتاعتنا. هبدا ان انا احط معلقه كبيره من الملح، معلقه كبيره من الملح، ونص معلقه توم باودر وبصل باودر نص برضو. معايا خلطة ال11 بهار دي، هحط نص كيس خلطة 11 بهار. ومعايا كمان نص كيس، يعني كيس 11 بهار. هما كانوا للأمانة الكيسين مفتوحين عندي، ده نص وده نصه. استخدمتهم بدل ما استخدم واحد مقفول. وهنا كنت بوريكم كيس خلطة الحواوشي ده، مش عارفة يا ب8 يا ب10 جنيه من السوبر ماركت. حطيته كله معلقة كبيرة من البابريكا وصويا صوص وفلفل سوري معلقة كبيرة. والصويا صوص حطيت شوية كده صغيرين، والدبس رمان نفس النظام، حطيت كده شوية صغيرين مش كتير، يا دوبك بس كده طعم ونكهة كده في الحواوشي بتاعنا. هدي بقى الحواوشي التقليبة وارجع لكم. وهنا ده العيش اهوت يا حبايب قلبي، انا شايراه من بره للامانه. العيش اهو 30 رغيف. وهنا اللحمه بعد ما عصقتها نسيت احط معاكم معلقتين من الزيت عشان تطريها، وحطيت معلقه من الكزبره. شوفوا قد ايه اللحمه بتاعت الحواوشي طريه. هنا بقى كنت هبدأ ان انا احشي رغيف او اتنين كده معاكم عشان ما اطولش الفيديو عليكم. بدأت ان انا اجيب كده الرغيف واحشيه زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي اهو. اهو كنت هنا برضو كنت بوريكم شكل الرغيف. هعمل معاكم كمان رغيف زي ما انتم شايفين كده. هخلص بقى الكمية. هنا برضو كنت بوريكم سوري الحواوشي. خلص بقى الكمية وارجع لكم. وكده يا حبايب قلبي انا بعد ما خلصت الكمية كلها زي ما انتم شايفين 30 رغيف، وفضل من اللحمة كمان عينتها في الفريزر في كيس تلاجة، وعينتها في الفريزر. هنا برضو كنت بوريكم ان الحشوة كلها واحدة اهي زي ما انتم شايفين كده. ها كده خلصت الحواوشي. هتبدأ ماما بقى، انا هطلع اسوي الحواوشي، وماما بقى تسلم ايدك يا ماما. هتعمل بقى السلطة، احلى سلطة في الدنيا بناكلها من ايد ماما. هتقعد بقى كده تعمل السلطة زي ما انتم شايفين اهو. كده ماما بقى كانت بتعمل السلطة يا حبايب قلبي. فلفل بقى اللي عندك رومي الوان خضرة جزر طماطم بشرة كده جزراية هتشوفوها برضو 3 حبات طماطم وفلفل الوان. بدأت ماما كده تقلب وتبشر الجزراية. بنتبل بقى السلطة ازاي، ماما متبلتهاش معاكم بس انا اقول لكم التتبيلة. عندك هريسة شطة بنحط معلقة كبيرة، ما عندكيش عادي بنحط نص معلقة كمون، بنحط ليمونة
شوية خل، شوية ملح، وبابدأ إن أنا أنزل بكوباية مَيّة ساقعة من التلاجة. ده بتخلّي السلطة بتاعتنا فريش وحلوة. أتمنى تكون السلطة عليها مَيّة ساقعة، أو تحطّي فيها قطع تلج كده، بتبقى لذيذة لدرجة فظيعة. وكده كنت خلّصت التتبيلة، وماما كانت خلّصت تقطيع. وكده أنا كنت باورّيكم الحواوشي وهو في الفرن وأنا باسويه على السطح عندنا. هاعمل لكم برضه جولة بعد كده على السطح. هنا أخويا اللي كان بيصوّر ما كانش عارف يصوّر. هنا كنت باورّيكم اللي في الفرن، واللي لسه هاحطه ده، واللي في الفرن لسه ما استواش. طبعًا باهدّي النار عليه عشان اللحمة نيّة، لازم اللحمة تستوي جدًا، جدًا. وكده كنت بدأت إني دخ يعني هو جاي بيورّيكم الحواوشي وهو في الفرن. وكده أهوّة يا حبايب قلبي، ده الحواوشي بتاعنا في الفرن، الفرن بتاعنا العادي مش بتاع البوتاجاز. يالّا المقطع ده جنب البوتاجاز مش عارفة جه ليه، بس يالّا. ده شكل الحواوشي بعد ما قلبته. أنا باحب يا جماعة أقعد أقلّب فيه كده على الجنب التاني وكده. ده شكل الحواوشي بعد ما خلص. أتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنسونيش بقى في اللايك. مع السلامة.